اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. صدق الله العظيم. النهاردة عملنا مع بعض البطاطس البيوريه بطريقة جميلة وطعم روعة. عايزة تعرفي عملناها ازاي؟ حطي اللايك وتعالي نشوف عملناها مع بعض ازاي. انا جبت البطاطس طبعا، قشرتها وقطعتها شرايح كده زي ما انتوا شايفين، وغسلتها كويس، ورحت جايبة بقى الحلة وقلت احطها على النار تتسلق حلو قوي علشان نبدأ نعمل الطريقة خطوة خطوة. بعد ما حطيت البطاطس في الحله حطيت عليها احطها بقى على البوتاجاز علشان تتسلق كويس جدا، ونبدا نعمل احلى بطاطس مع بعض. غطيت عليها وسبتها تتسلق براحتها، وبدات احضر بقى الخليط اللي احنا هنعمل بيه البطاطس البيوريه. جبت كوبايه الا ربع من اللبن، وجبت 3 معالق من الزبده، ونزلت بيهم على اللبن. طبعا اللبن دافي، فانا قصدت ان انا اخلي اللبن دافي جدا علشان ادوب الزبده فيه وقبل ما اعمل الطريقه بتاعتي. زي ما انتم شايفين بدوب الزبدة في اللبن وهسيبها شوية تبرد. اللبن يبرد وهي تدوب في اللبن علشان ما ينفعش احط البيض على اللبن وهو سخن. فسبت اللبن يبرد مع الزبدة، وبعدين رحت نازلة بالثلاث بيضات. خلاص كده، وهنبدأ ننزل بالتوابل بتاعتنا. طبعا جبت معلقة من الفلفل الاسود، ومعلقة من الكمون، ونص معلقة من الكزبرة، ورحت نازلة بالملح طبعا علشان اظبط الملح بتاع الاكلة بتاعتي. وجبت معلقة ونص من الكركم ونزلت بيها على الخلطة الجميلة. خلاص كده حطينا التوابل بتاعتنا، وهنبدأ بقى مع بعض زي ما انتوا شايفين نقلب كل الخليط ده مع بعض كويس جدا. بعد ما انا قلبت الخليط ده كله مع بعضه، هروح جايبه ايه بقى؟ الخضار. طبعا انا عامله مقطعه الخضره كويس، غسلتها وقطعتها كويس. هنزل بيها على الخليط اللي هو البيض واللبن والزبده، وهبدا اقلبها كويس جدا جدا في بعضها. طبعا لازم انا اعمل الخليط ده كله واخليه يمتزج مع بعضه عشان يديني الطعم اللي انا حباه. بعد كده جبت نص كوبايه من الدقيق، ونزلت بيها على الخضره وعلى اللبن والبيض، وفضلت اقلبها كويس جدا 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 لغاية اما انا حسيت ان هي اختلطت مع المكونات بتاعتي. عايزة اقول لكم يا ريت اللي اول مرة يشوف قناتي ما ينساش بالاشتراكات ويفعل الجرس علشان يوصل له كل جديد. وكومنتاتكم الجميلة ربنا ما يحرمني منكم ابدا، ونفضل مع بعض على طول. ولايكات كتير 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 علشان القناة تفضل معاكم. خلاص كده كنت سلقت طبعا البطاطس وهرستها كويس، ورحت نازله بمعلقه كبيره من البيكنج باودر، وبدات اقلب الخليط مع البطاطس كله مع بعضه. بدات اقلب كل الخليط اللي انا عملته دوت مع البطاطس اللي انا هرستها كويس جدا، وهبدا ان انا اقلبها. ما شاء الله كانت جميله جدا. اعملوها بنفس الطريقه دي، ومستنيه كومنتاتكم الجميله زي ما انتوا عودتوني. خلاص بعد ما قلبت كل الخليط في بعضه اهو، والبطاطس بردت شوية، رحت جايبة بقى القارب بتاعي ورحت نازلة بالبطاطس بقى كده في القارب. ما شاء الله جميلة. بعد ما نزلت بالبطاطس خالص في القارب كلها، هبدأ ان انا افردها كويس جدا جدا واسويها علشان تدي الشكل الجميل. طبعا انت عندك بضايه كده ممكن تقلبيها كويس جدا جدا وتروحي نازله بيها على وش البطاطس، هتدي طعم جميل خالص ولون حلو خالص. عندك جبنه موتزاريلا براحتك، عندك جبنه رومي، انا كان عندي جبنه رومي بشرتها ورحت نازله بيها على وش البطاطس، كانت جميله جدا وادت طعم روعه. خلاص كده حطينا الجبنه الرومي وخلصنا البطاطس بتاعتنا من غير ولا لحمه ولا فراخ، عملنا اكله جميله جدا. هاخدها بقى اروح احطها في الفرن، وبعد ما تخلص ارجع لكم تاني. خلاص كده حطيتها في الفرن ما شاء الله. هسيبها تبرد شويه برضو علشان هي سخنه جدا جدا. بعد ما سبتها تبرد شويه بس برضو كانت لسه سخنه، بدأت ان انا قلت بقى ايه لازم اقطعها قدام الكاميرا عشان تشوفوا احنا عملناها ازاي. بصي كل ما انتي تسيبي البطاطس كده تبرد كل ما هتبقى متماسكة معاكي اكتر. لكن انتي لو طلعتيها من الفرن ورحتي مقطعاها وعلى طول غرفتي كده
طبعا هتتهري منك، لكن بصي كل ما هتسيبيها تبرد هتطلع معاكي قطعة بقطعتها كده. كانت لسه برضو سخنة على فكرة، ما كانتش بردت جامد، لكن انتي لو سبتيها تبرد اكتر كانت هتديكي شكل احلى وتماسك احلى، بس برضو كانت متماسكة وكانت جميلة. بصوا ما شاء الله، أكلة لذيذة جدا، أتمنى إن انتوا تجربوها. والله كانت جميلة جدا جدا، وإن شاء الله هتعجبكم وتقولوا لي رأيكم في كومنتاتكم الجميلة. ربنا ما يحرمني منكم أبدا. وبكده خلاص خلصنا الفيديو بتاعنا وعملنا البيوريه الجميل. يلا اللي نسي اللايك يحط اللايك.